خليني أبدأ معاكم كده بحلقة سخنة من سلسلة أسرار لم تحكى عن الفراعنة، ودي هتكون أول حلقة فيها. النهاردة هنتكلم عن عبقرية المصريين القدماء، مش بس عن الأهرامات والمعابد، المرة دي عن الاختراعات المذهلة اللي سبقوا بيها العالم كله. تخيل إن حاجات بنستخدمها في حياتنا اليومية النهاردة أصلها مصري قديم. زي إيه؟ ده بقى اللي هنتكلم عنه في الحلقة دي. بس ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تعرفوا أكتر عن اختراعات الفراعنة. مش هكتر عليكم بقى، تعالوا نبدأ. هبدأ معاكم بالكلام عن الطب عند المصريين القدماء. بصوا، الفراعنة كانوا جامدين في حاجات كتير، بس الطب عندهم كان حاجة تانية خالص. يعني مثلا كان عندهم دكاترة متخصصين في كل حاجة. أيوة طبعا، مش أي كلام كده وخلاص. كان في دكاترة عظام وأسنان وجراحة وحاجات تانية كتير. وأشهر واحد في المجال ده كان إمحوتب اللي غني عن التعريف. الراجل ده كان نمبر 1 في مجاله. ده مش بس أول دكتور في العالم، ده كان كمان مهندس وكاهن ومستشار ملكي. يعني ممكن تقول عليه كده الدحيح الأول. لا مؤاخذة بقى للدحيح. إمحوتب وصل لدرجة إن بعد ما مات المصريين والإغريق عبدوه كإله طب. كان عندهم وصفات طبية مسجلة على برديات زي بردية إدوين اللي بتتكلم عن الجراحة والعظام، وكمان بردية إبرس اللي فيها علاج لأمراض من أول الصداع لحد أمراض القلب. وكان عندهم بنج، والله كان عندهم أعشاب بيستخدموها لتخدير العيان أثناء الجراحة علشان ما يحسش بالألم. تخيل المصري القديم كان مكتشف حاجات سابقة عصره بكتير، واكتشفوا حاجات في الطب احنا لسه مكتشفينها من فترة قريبة. تخيل كمان ان كان عندهم عمليات زراعة أسنان، ولو سنك وقع في إمكانية يركبولك بديل ليه. يعني لو فرعون سنه وقع ما كانش يعيش كده وخلاص، لأ، كان بيركب أسنان بديلة. طبعا انتوا دلوقتي بتسألوا نفسكوا ازاي عرفنا موضوع الأسنان ده. الفكرة ان الباحثين وهم بيدققوا في المومياوات عادي لقوا ان في منهم عندهم أسنان مربوطة بأسلاك دهب، أو أسنان مأخوذة من ناس تانية ومركبينها للشخص ده. يعني ده دليل اهو انهم كان عندهم زراعة أسنان كاملة. وفي مقابر لقوا فيها أدوات شبيهة للأدوات اللي بيستخدموها دكاترة الأسنان دلوقتي. وكمان في بردية اسمها إبرس مكتوب فيها وصفات لعلاج وجع الضرس. نتكلم بقى عن علم الفلك. المصريين القدماء كانوا بيحددوا السنة بدقة رهيبة، وهم أول ناس استخدموا التقويم الشمسي، وعرفوا إن السنة 365 يوم ونص كمان، يعني حتى النص منسيهوش. وقسموا اليوم ل24 ساعة. لأ، وكمان عملوا ساعات شمسية ومائية. يعني لو كنت عايش في الوقت ده وعندك ميعاد مع فرعون ما كانش هيتحجج ويقولك آسف معرفتش الساعة كام. وكمان لاحظوا إن في نجم بيظهر كل سنة في نفس التوقيت قبل الفيضان اسمه النجم الشعر اليماني، والكلام ده كان في حوالي منتصف يوليو. فبقى عندهم طريقة يتنبئوا بيها بمواعيد الزراعة والحصاد، وكأنهم ماسكين نشرة جوية طول السنة. والمعابد بتاعتهم أصلا مبنية على حسابات فلكية دقيقة جدا. وأكبر مثال عندك معبد أبو سمبل اللي الشمس بتدخله وبتتعامد على وجه رمسيس التاني مرتين في السنة، يوم ميلاد رمسيس التاني ويوم تتويجه. حاجة كده تخليك تعجز عن الكلام. كانوا بيحددوا كل حاجة بالعين المجردة. ندخل بقى للهندسة عندهم. لما الفراعنة قرروا يبنوا حاجة هتتحدى الزمن، خلينا نبقى صراحة، محدش يعرف لحد دلوقتي ازاي المصريين القدماء بنوا الأهرامات. الحجارة وزنها أطنان ومرصصها بدقة رهيبة، وبعضها جاي من محاجر بعيدة جدا، ومع ذلك مبنية بمثالية لدرجة إن بأحدث التكنولوجيا حاليا البناء بالشكل ده صعب جدا. وطبعا مش هندخل في تفاصيل هندسية، لأن هندسة مبنى بالشكل ده محتاج شرح كبير جدا. ده غير المعابد والمسلات طبعا. الناس دي كانوا عايشين علشان يفكروا، كانوا بيركزوا في أدق التفاصيل حرفيا. فما تفهمش كان عندهم ايه مش عندنا يخليهم يعملوا حاجات بالإعجاز ده. موقفوش لحد هنا، لأ، اخترعوا كمان الحبر والورق. كانوا بياخدوا نبات البردي ويقطعوه شرايح، وبعدها ينقعوه ويضغطوا عليه لحد ما يبقى ورقة شبه اللي بنستخدمها النهاردة. وصنعوا الحبر من الكربون والنحاس، وكانوا أول ناس تخترع القفل والمفتاح وتقفل على حاجتها. فكانوا بيستخدموا دبابيس داخلية، لما تحط المفتاح الصح الدبابيس تتحرك والقفل يتفتح.
تخيل فرعون وهو بيقول لابنه خلي بالك المفتاح لو ضاع هنبات برا المعبد النهاردة. اختراعات المصريين القدماء لسه ما خلصتش. المصريين ما كانوش بيهزروا في موضوع النظافة الشخصية. من أهم الحاجات اللي اخترعوها الفرشاة ومعجون الأسنان. كانوا بيعملوا الفرشة من أغصان الشجر والمعجون من مواد غريبة كده زي قشر البيض المطحون والملح، يعني كانوا بيحافظوا على شكل ضحكتهم. أي حد يقولك إن المكياج ده حاجة حديثة يبقى ما شافش تماثيل ورسومات الفراعنة على معابدهم. المصريين كانوا أيقونة في عالم الجمال والعناية بالبشرة. اخترعوا الكحل الأسود بس ما كانش للتجميل عندهم، كان لحماية العين من الشمس والالتهابات. واخترعوا أحمر الشفاه اللي كانوا بيعملوه من زهور مجففة ومعادن طبيعية. والمسكرة كانت بتتصنع من الفحم وزيت اللوز. واخترعوا العطور. المصريين القدماء كانوا بيعشقوا ريحة العطور وكانوا بيعملوا تركيبات بريحة حلوة بتدوم مع الوقت. كانوا بيستخدموا زيوت عطرية من الورد والزعتر واللبان، وكانوا بيعملوا عطور مخصصة للملوك وكل فرعون ليه ريحة مميزة. الفراعنة كانوا مهتمين جدا باللبس والموضة، والكتان الأبيض كان الأساس عندهم، بس الطبقة الراقية كانت بتميل أكتر للألوان القوية زي الأزرق والذهبي. وعندهم تصميمات كتير في اللبس، وكمان اخترعوا الإكسسوارات زي الحلقان والخواتم والأساور والسلاسل. عظمتهم ما وقفتش لحد هنا بس، لا، المصريين القدماء كمان اخترعوا ألعاب الطاولة زي الشطرنج. كان عندهم لعبة اسمها السنت، ودي تعتبر أقدم لعبة لوحية في العالم، وكانت مفضلة عند الفراعنة وبيلعبوها كتير. كانت نفس لعبة الشطرنج دلوقتي، يعني أي حد فيهم كان عايش دلوقتي كان هيبقى بطل العالم في الشطرنج. وكانت أفخم لوحة من اللعبة دي اتلاقت في مقبرة الملك توت عنخ آمون. لما بنفكر في الفراعنة أغلبنا بيتخيلهم قاعدين على عروش ذهبية لابسين التيجان ماسكين الصلجان، وكل واحد عامل فيها أنا الإله الحاكم. بس الحقيقة إن حياتهم كان فيها كل حاجة، علم واختراعات وفن، وحتى الألعاب كانوا بيرفهوا عن نفسهم. الفراعنة ما كانوش ناس مملة عايشين وسط المعابد والمقابر بس، دول كانوا ناس دماغهم فيها شغل كتير، بيكتشفوا ويخترعوا حاجات سبقوا بيها العالم كله. والأجمد من كده إن أي حاجة كانوا بيعملوها من اختراعات لألعاب كانت مبنية على علم وفكر عميق، مش أي كلام كده وخلاص. والسؤال اللي لازم نسأله نفسنا دلوقتي، هل هم فعلا اللي كانوا متقدمين علينا ولا احنا اللي سابقينهم؟ الحقيقة إن كل ما بنبحث أكتر في تاريخ الفراعنة كل ما بنكتشف عبقريتهم أكتر. يعني كانوا ناس بتشتغل وبتبني حضارة وفي نفس الوقت عارفين ازاي يسلوا نفسهم. استنوني في الحلقات الجاية علشان الفراعنة لسه عندهم أسرار كتير بسلسلة أسرار لا تعرفها عن الفراعنة. وسلام.